التكليف هيكون ازاي في السنوات الجاية؟ اصدقائي الحلوين عاملين ايه؟ اتمنى ان شاء الله تكونوا كويسين. انا دكتورة آلاء حاتم، وهنا كل ما يخص العلاج الطبيعي والطلبة. والله السؤال ده انا عارفه انه شاغل كل الناس وشاغل الدفعات الجديده والدفعات اللي هي دلوقتي في سنه اولى او في سنه تانية او سنه تالتة وهكذا. بس خلينا بس يعني نبقوا صادقين. محدش عارف التكليف كل سنة بيكون وضعه عامل ازاي. ده بتبقى قرارات من الوزارة وبتتحط بناء على حاجات كتير كل سنة. بس اللي احنا عايزين نبقوا عارفينه انه فرصة التكليف مع السنوات الجاية بتقل، وبيكون الاحتياج للأماكن اللي محتاجة عدد، ومش هيكون للدفعات كلها. وكمان احنا اصلا عدد الخريجين في العلاج الطبيعي سبيشالي كتير، فبالتالي التكليف مع الوقت هنلاقيه بينتهي ومش هيكون موجود. لكن نبص على الجانب التاني، ان احنا عايزين نخلي الناس ما تبداش تكون قلقانه او حتى قدامها هو هدف التكليف وبس، على قد ما تكون برضو في دماغها ان انا عايز برضو اشوف فرصه تدريب واشوف فرصه ان انا اشتغل في اماكن، ان انا عايزه ادور على سفر. فما تحكمش نفسك بالتكليف بس عشان على اساس برضو ان هو لو ما جاش يبقى انا كده كده عندي اوبشنز كتيره، مش واقف على التكليف. لان الناس، انا عارفه ان الموضوع ده شاغل ناس كتيره جدا، ومن حقكم طبعا تقلقوا، بس انا عايزاكم تفكروا في اوبشنز تانية، بحيث ان هو لو كان نزل على دفعتكم كان بها، ما نزلش على الدفعه لا قدر الله وملناش تكليف، فيبقى عندنا مصدر دخل تاني او اوبشنز تانية ان احنا نشتغل في المجال. بس كده معلوماتنا النهارده خلصت، اشوفكم في فيديو جديد.